بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. في السنين الأخيرة بقى عالم التنمية البشرية واحد من أكتر المجالات انتشارا على السوشيال ميديا، وبقينا بنشوف كتير جدا من الفيديوهات اللي هي ودورات وعناوين من نوع غير حياتك في 3 أيام. انت بس محتاج تصدق نفسك وأكيد هيحصل، احلم وهيحصل، وحاجات كتير وعناوين كتير هي صحيح تحفيزية وممكن تديك قوة وتخليك تحس ان الحل بسيط جدا، ان الدنيا في ثانية هتتحل. لكن الحقيقة ان جزء كبير من اللي بيتقدم في المجال ده بعيد جدا عن العلم وعن الوعي الحقيقي. طيب، في مفاهيم جميلة في شكلها زي ما انا اتكلمت في الاول وقلت بعناوين كده تديك طاقة وحماس، لكن لما ندقق فيها هنكتشف انها وهم فعلا، وبيخليك تبعد جدا عن الوعي. انت مش واعي بحياتك، مش واعي بمسؤولياتك، زي مثلا ما يسمى بقانون الجذب. قانون الجذب بيتقال عنه ايه؟ ان مجرد التفكير في الشيء بس كفيل انه يجيبهولك لحد عندك. الكلام ده يبدو في ظاهره مريح لبعض الناس، تقعد بقى طول النهار تفكر تفكر تفكر، الله بحاجة ما مش بتتجذب ليه وما بتجيش ليه. لكن في الواقع هو بيخليك تهرب من المسؤولية وتستنى المعجزات وتستنى ان كل امورك تتحل وتتيسر، بدل ما انت اللي تسعى على امورك وعلى الحاجات اللي انت شايفها معجزات، ولكن هي ربنا عايزك بس تسعى وتاخد بالاسباب، وباذن الله هيعينك ويقويك. السوشيال ميديا كمان لعبت دور كبير في انتشار النوع ده من المحتوى. بقينا بنشوف ناس بتتكلم عن التنمية البشرية بدون أي خلفية علمية، بيطلع بس مجرد ان هو بيعرف يتكلم وعنده حبة عناوين حلوة، حد شيك ومنمق في كلامه، خلاص أصبح كوتش في التنمية البشرية. بقوا بيختصروا الحياة في شوية جمل محفزة. والحقيقة ان هم يعني المفروض يكونوا عارفين، والمفروض ان هم يقولوا للناس ان التنمية الحقيقية مش مجرد تحفيز في لحظة وحبة جمل، لا، ده رحلة طويلة من الوعي والفهم والفكر والسعي والأخذ بالأسباب. مش حبة جمل هنسمعها هي دي اللي هتخلي وتدينا حماس. طيب، وماذا بعد الحماس؟ لابد من الأخذ بالأسباب والسعي. الإسلام نفسه ما رفضش فكرة التنمية، بل بالعكس هو أول من دعا للتفاؤل والسعي والتوكل على الله حق التوكل. بس التوكل الحقيقي مش إنك تتمنى وتستنى، لا، انت تتمنى ولكن تسعى وتاخد بالأسباب عشان تحقق اللي انت اتمنيته. حتى علم النفس الإيجابي اللي بيحاولوا ان هم يقولوا بيربط ما بين مفاهيم زي الجذب، ما بيقولش ان الحياة انك تفكر في الحاجة وهي هتجيلك بس، لا، هو بيقول فكر بإيجابية، اشتغل، اسعى، فكر بمرونة في حال ان انت تعرضت لا قدر الله لإخفاق او فشل. الوعي الحقيقي مش انك ترفض التنمية البشرية، احنا مش بنرفضها بالكلية ولا بنتكلم عن ان هي شيء خاطئ بالكلية، لكن ان احنا نفرق ما بين التنمية اللي بتنميك وتنمي ذاتك، والتنمية اللي تغريني بإيه؟ بتغريك بكلام حلو وبتضيعك عن نفسك. حديثنا النهاردة عن قانون الجذب والتنمية البشرية والأمور اللي كتير من الناس يعني ما بين قوسين الكوتشز اللي بيتكلموا عنها على السوشيال ميديا وبيبيعوا الوهم للناس. هيبيعوا الوهم ازاي؟ والناس بتصدقهم ازاي؟ وايه الخطوات العملية علشان نقف ضد الكلام اللي بيتقال ده علشان يخلي الناس قاعدة ما بتسعاش على أرزاقها؟ هنعرف كل التفاصيل دي مع ضيفتنا الفاضلة الأستاذة أمال عبد القادر جوهر، ماجستير في التعليم ومتخصصة في تطوير الذات واللايف كوتش. السلام عليكم، أهلا ومرحبا يا أستاذة أمال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا أستاذة ندى على هذه المقدمة الجميلة، ويسعدني وجودي معكم اليوم عبر شبكة سلام الإعلامية. والموضوع العميق المنتشر في السنوات الأخيرة وأصبح يثير الجدل في مجالس العلماء، في مجال التدريب ومجال الكوتشنج. طيب، نعم. خلينا بادئ زي بدء كده نعرف السوشيال ميديا عليها حاجات كتير جدا بتلمع وبراقة وتخلينا كده، تخلي ناس كتير هتقول الله ده حلو قوي، ده جميل قوي، ده شكله كده هيبقى مفيد، شكله هيساعدني. هل كل اللي بيلمع في عالم السوشيال ميديا الخاص بالتنمية البشرية هو فعلا
لمعان حقيقي للذهب؟ سؤال جميل، لأنه مجال التنمية البشرية مجال فضفاض وواسع ويسع الجميع. يعني أي أحد مختص في أي مجال آخر بعيد مجال قريب يقدر إنه يدخل هذا المجال، لأنه فضفاض وليس مجال علمي أكاديمي يدرس كمناهج تعليمية في المدارس والجامعات وفيه دراسات بحثية وما إلى ذلك كما المجالات الأخرى. فبالتالي الدخول له سهل جدا. أي أحد يقدر يصير خبير في التنمية البشرية، يقدر يصير كوتش محترف، يقدر يصير كل هذه الأمور اللي تحمل أسماء براقة، لكن الأصل بيكون في العمل مع الشخص. يعني هو فضفاض، المجال فضفاض لدرجة إنك ممكن ما تعرفي الشخصية اللي قاعدة تتكلم في هذا المجال شخصية جيدة أم لا، تبيع الوهم أم تعطيك الحقائق. يعني يربك بالنسبة للعامة للغير المختصين، مجال مربك. فبالتالي فبتلاقي الأغلب ينبهر بالمسميات وبالمصطلحات الجميلة والبراقة والعناوين البراقة الجذابة اللي بيسوقوا بيها أنفسهم. يعني الأشخاص هذول اللي دخلوا هذا المجال بهذا الشكل، فبيكون صعب وكثير الجدل فيه. يعني تلاقي مثلا ناس بتتابع شخصية معروفة في هذا المجال ولها توجهها مثلا الإسلامي، خلينا نقول الشرعي. طيب وتلاقي آخرين يتابعوا شخصية أخرى في نفس المجال لكن لها توجه غير يعني غير إسلامي أو مخالف للعقيدة. أيوة. ومن يتابع هذه الشخصية عكس من يتابع هذه الشخصية. التباين بيكون واضح في الأفعال وردود الأفعال. بالتأكيد. طيب احنا عندنا مفاهيم الأكثر انتشارا على السوشيال ميديا الخاصة بالتنمية البشرية، وبنلاقي دايما قانون الجذب هو المتصدر في العناوين دي، وان انت بس مجرد ما تفكر في الحاجة وتفكر فيها بعمق وطريقة التفكير الفلانية انت هتجذبها ليك وهتلاقيها جاتلك. طيب احنا عايزين نتكلم عن ايه قانون الجذب ده وايه فكرته بالظبط؟ نفس الفكرة اللي حضرتك الآن ذكرتيها. كل ما فكرتي في نقطة معينة حتجيكي في تمرين. يعني حتى في بعض العاملين في المجال يعطوكي مثلا تمرين معين، اكتبي كلمة أو الشيء اللي أنت حاباه، الجملة اللي أنت حابة إنك، خلينا نقول واحدة تطمح إلى وظيفة مثلا مرموقة، فتكتب بس سأصبح أو أريد أن أكون أو أنا المديرة الفلانية كذا مثلا. اكتبيها 21 مرة على 7 أيام على مدري إيش أشياء، يعني أرقام كده تحسي إنه أحد ما يعني ألفها أو ما تفهمي إيش المغزى منها. يعني هي القاعدة إيه علاقتها أصلا بالسعي؟ يعني أنا ممكن يعني أتبسط بالجمل التحفيزية، يعني شدي حيلك وإن شاء الله أحلامك كلها تتحقق وبإذن الله تمام، كل ده تمام ما بنقولش عنه حاجة، لكن ما بعد ذلك إيه الخطوات؟ أقعد على الكنبة مستنية اللي أنا تمنيته وتخيلته هيجيلي يعني وأنا قاعدة ولا إيه؟ ما هي هنا الكلام. يقولوا لك في قانون الجذب هو يعني توهمي نفسك أو تعيشي الإحساس اللي المفروض اللي أنت حابة توصلي له، أو المكان اللي، خلينا ناخذ مثال الوظيفة. أوكي، عيشي التجربة نفسيا. يعني خلاص كأنك أنت صرتي المديرة الفلانية وأصبح عندك كذا وأصبح عندك الموظفين وعندك اجتماعات وعندك تخيلي نفسك. تخيلي وأكيد حتما يوما ما بعد يعني ما تعمل التمرين التخيل هذا عدة مرات بهذا العدد أو ما إلى ذلك حتوصلي أوكي.
إحنا هنا طبعا نختلف مع قانون الجذب بهذا الشكل، لأنه يدعو إلى التواكل أو عدم أيوة السعي. بالظبط. يعني أنا أقعد كده وأقعد أتأمل وأتخيل إن أنا وصلت، طيب يعني أنا ما حوصل إلا إذا أنا قمت ورحت واشتغلت، صح؟ وعملت، اشتغلت على نفسي، طورت مهاراتي، دربت نفسي، أخذت شهادات، اشتغلت مثلا في هذا المجال فترة، بحيث إني لما أجي أقدم على الوظيفة، ما أنا لازم أقدم على الوظيفة. الوظيفة ما حتجيني وأنا قاعدة كده في مكاني بس أتأمل وأتخيل إني أنا حوصل لها. طبعا. طيب أنا لما أجي أقدم حنافس، حكون في منافسة. طيب أنا المنافسة هذه ما حنجح من خلالها إلا إذا أنا اشتغلت على نفسي. هنا حنيجي نسأل الجماعة تبعون قانون الجذب، بعد ما كتبت وعملت وما إلى ذلك وأنا قاعدة ما جتني الوظيفة، بينما النتيجة إيه المحصلة؟ بالضبط، بينما اشتغلت على نفسي وتدربت وعملت واجتهدت وقدمت على الوظيفة ورحت وعملت الانترفيو وما إلى ذلك، إما حصلت على الوظيفة بكفاءاتي أو لم أحصل عليها بسبب إنه كان في أحد أحسن مني وما إلى ذلك. فهنا نرجع نقول أوكي، قانون الجذب هذا لا يؤدي الغرض الذي يعني الغرض المعرف به، إنه كل ما تخيلت أو كل ما تأملت إنه أنا حأعمل أو حيجيني أو ناخذ مثال آخر، طاقة الثراء. وبعدين هو كمان قبل ما حضرتك تضربي المثال، هو كمان بيصيب الناس بالإحباط وبخيبة الأمل. طب أنا انتظرت بقالي سنة عمال قاعد بتخيل، ما جاليش حاجة، قاعد سنة عمال بحط الفكرة في دماغي وبعمل كل التمارين اللي قلتولي عليها وما جاتش حاجة، ضيعت وقت طويل جدا كان ممكن أسعى واشوف مصلحتي فيه، وما بين ان انا خلاص جالي اكتئاب، انا يعني محبط، مفيش حاجه بتيجي. الاثر النفسي عظيم وكبير سبحان الله على الناس اللي بيعتمدوا على هذه الافكار، لانه بيجيهم يعني الاحساس بالذنب لانهم فشلوا في التجربه. الاحساس بالذنب اصلا يا استاذه امال، يعني هم فشلوا في التفكير مثلا، هم يعني انا مش لاقيه حاجه اصلا نمسكها نقول هم فشلوا فيها. ايوه، هو حيشوف، هو طالما داخل في الاحساس ده انه انا حاشتغل على قانون الجذب وحاجذب الثراء، حاجذب الوظيفه، حاجذب الشريك المناسب وما الى ذلك. فلما اجي افكر زي كده بعدين لو ما نجحت انا طول الوقت حقعد افكر الغلط فيا، انا الخطا في، حابدا احس انا بالذنب ويجيني الاحباط. شايفه؟ اوكي طيب بعدين مع الإحباط ما في رجعة، يعني سبحان الله بيقولوا لك بعدين لا يمكن أنت في التمرين اللي عملت ما أعرف إيش كذا. أيوة طيب عملته أرجع أنا لازم أعمل التمرين من أول وجديد أو أدخل في موضوع آخر أعمق. ونيجي هنا للشركيات يعني بالظبط، ويبدأوا يدخلون بقى في حاجة تانية، قانون الطاقة بقى. أيوة. وحاجات طبعا أكيد حضرتك عارفة ومشاهدين عارفين موضوع قانون الطاقة والمخالفات الشرعية اللي فيه. طيب حضرتك كنت هتضربي مثال عن موضوع قانون الجذب، وفي حال الإخفاق خلاص احنا ما لقيناش، ما فيش حاجة جت من التخيل ومن بعد التمارين اللي هم قالوا عليها. أيوة، دحين مثلا تجيكي خلينا ناخذ أحد من السوشيال ميديا مثلا، بتكون تتكلم عن طاقة الثراء وقانون الثراء وما إلى ذلك، ويلا تعالوا لو عملتي التمرين فلاني أو لو تخيلتي إنك أنت ثرية أو عندك المال والقدرة وما إلى ذلك، فأنت بالتالي حتقدري إنك تستمري أو إنك توصلي تكوني صاحبة أبراج، صاحبة محل مجوهرات وما إلى طيب شوفي هنا النماذج دي بيطلعوا زي ما حضرتك قلتي ندوات ومؤتمرات، ويعني بيبقى ليهم أسماء رنانة وناس كتير يعني بتتابعهم وبتسمعهم، بيكونوا مؤثرين للأسف الشديد فيهم. طيب هل ده تأثير الإعلام والسوشيال ميديا هو اللي خلى
النماذج اللي زي دي تنتشر بأفكارها في التنمية البشرية، قانون الجذب، قوانين الطاقة والحاجات دي كلها، هل فعلا ده تأثير الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؟ جدا جدا جدا. ما تتخيلي لما تفتحي يعني للأسف أي قناة من القنوات التلفزيونية، خلينا نقول، يعني حتى مش السوشيال ميديا تعود إلى أفراد، يعني حسابات أفراد، طبعا كل أحد يقدر يقدم الشيء اللي يبغاه بغض النظر يعني. بينما لما تيجي تتابعي مثلا قنوات أو شبكات إعلامية عالمية تبث فضائيات في الفضائيات وما إلى ذلك، ولها أسماء قوية، يستضيفوا أشخاص من يعني في هذا المجال ممن يروج لقانون الجذب والطاقة وطاقة الثراء، ويجيبوا أشياءهم معهم وأدواتهم ويوروها مثلا أوكي الحجر الفلاني لو لبستيه في الأسورة المعرف إيش بيعمل لك هالة. أيوة. لو عملتي فبالتالي يكون لك وجود وحضور وحدود وما أدري إيش والكلام هذا كله. لو استخدمنا الأحجار الكريمة كذا وكذا في أطراف المنزل مثلا يبعد عننا المدري إيش ويكون وتسود الطاقة الإيجابية. وتلاقي على الجانب الآخر في جانب تجاري أصلا، يعني جانب بيزنس كبير، الحاجات دي بتتباع بأسعار كبيرة جدا جدا للأسف. فلما تشوفي عامة الشعب اللي اتكلمنا عنهم في الأول، الغير مختصين في المجال أو اللي ما عندهم الإدراك والوعي الكافي بحيث إنه يفرقوا إنه هذا صح وهذا غلط، بيختلط عليهم الأمر وبيتبعوا هؤلاء الأشخاص. بالضبط. فبيشوفوهم قدوة طالما جايين في القناة الفلانية في البرنامج الفظيع كذا، أكيد هذول يعني واضح عليهم شكلهم نظيف ولبسهم حلو طبعا مفوه وبيقدر يتكلم وله أسلوب يعني شيق وكويس في الكلام، فالناس بتصدقه. طب ده بقى هيخلينا نتكلم عن إن ده بيحصل ليه؟ لأن في ضعف في التمييز ما بين التحفيز المؤقت والتنمية العميقة القائمة على العلم والخبرة. الناس لازم تفرق ويبقى عندها العلم ما بين تحفيز مؤقت بحبة كلمات برافو عليك انت ممتاز انت هتقدر انت بس احلم والدنيا هتبقى زي الفل وكل الكلام ده، وما بين فعلا التنمية الحقيقية اللي هي قايمة على وعي، على سعي، على أخذ بالأسباب. صح. احنا عشان نفرق الموضوع، عشان نبسطه قدر الإمكان، أنصح بأنه نشوف الشخص اللي بيتكلم في هذا المجال إيش بيطلب مني. هل بيطلب مني إنه أقوم أتحرك أعمل خطوات معينة؟ يعني لما أقول خطوات معينة مش قصدي مثلا تمرين اللي هو تأملي فقط وأنتظر وأردد توكيدات اللي هي مثلا أنا جميلة أنا جميلة، كل صباح مثلا أشوف نفسي أنا جميلة، يعني أنا جميلة، طيب خلاص عرفنا، يعني ما في داعي تقعدي ترددي. بالضبط. أو أنا ثرية أنا ثرية أطلب الثراء، إيش يعني بدل هذه الكلمات. سبحان الله في ديننا في أدعية، في أذكار الصباح، أذكار المساء، في أذكار الخروج، أذكار الدخول. يعني سبحان الله، قولي بسم الله قبل ما تبدأي أي شيء، هذه أبسط حاجة. قبل ما تعملي أي حاجة، قبل ما تكتبي، قبل ما تقرأي، قبل ما تفتحي شيء، قولي بسم الله، هذا أبسط شيء. استعيذي بالله. يعني سبحان الله في عندنا بدل التوكيدات والكلمات اللي المفروض نقعد نرددها بس إنه عشان نشعر بيها، في عندنا الأدعية تقدري تستبدليها بالأدعية. ثانيا، إذا شفتي الشخص بيطلب منك مثلا إنه يقول لك مثلا ادخلي الدورة الفلانية، الدورة يعني، وهنا أجي على الدورات، إذا الدورات فيها اجتهاد وفيها جهد مبذول منك وفيها يعني مجاهدة نفس، يعني حتيجي على نفسك، حتيجي على وقتك، حتيجي مثلا تشتغلي، حتقومي تجاهدي نفسك، حتلاقي الشيطان يوسوس لك لا خليها اللي بعدين، لا خلينا نرتاح. لو فيها مجاهدة نفس وانت عارفة انه في النهاية حتستفيدي، هذه الدورات انصحك بيها. لكن لو هي دورات ما فيها مجاهدة نفس وعليها رسوم كثيرة وفي نفس الوقت فيها بس ما فيهاش غير حبة بس الجمل التحفيزية والتشجيع ويسقف لك وبرافو عليك وانت هتبقى زي الفل. طيب قبل الختام يا أستاذة أمال، أكيد الإسلام احنا عارفين ان هو
دعا للسعي وللنية الصادقة وللأخذ بالأسباب وللتفاؤل ولكل شيء فعلا يخلي الإنسان يكون ناجح، لأن المسلمين المفروض يكون كلهم ناس ناجحة وناس بتسعى وبتتوكل على الله حق التوكل. فعايزين نشير للنقطة دي، الرؤية من الجانب الشرعي والديني الخاص يعني بموضوع التنمية البشرية وقانون الجذب والأمر ده. سبحان الله، لما تحسي إنه الشخص المتحدث في المجال بيركز على فكرة إنه يعني من غير حتى ما يقولها يحسسك إنه يعني والعياذ بالله إنه الكون هو الإله، وإنه فيكي طاقة الإله، أو إنك متصلة بالله سبحانه وتعالى بطريقة ما وما إلى ذلك. هنا تبعدي. ليش؟ لأنه إحنا نبغى اللي يتكلم عن تزكية النفس. في الشرع عندنا في تزكية النفس وليس جذب الكون. يعني أنا أزكي نفسي وأشتغل عليها وأضعها في مواطن الخير، بحيث أني أقدر أبعد عن كل فكرة تغيب وجود الله، أو تغيب يعني تغيب أسماء الله وصفاته. شايفة؟ تختصر الوعي في ذبذبات وفي هالات وما إلى ذلك، لأن هذه كلها انحرافات يعني مغلفة بهذه الأسماء الرنانة والأفكار اللي تعتبر جميلة ولها وقع طيب. فبالتالي نشوف إحنا الأمور اللي فيها دعوة إلى تزكية النفس، لأنه في الأصل في الشرع إحنا مأمورين أو مطالبين بتزكية النفس بالتأكيد، وليس جذب الكون أو جذب ما أعرف إيش الثراء. بالضبط. هو الأمر ده محتاج حذر، ومحتاج إن الناس تكون على وعي كبير جدا وتقدر تفرق ما بين التحفيز المؤقت والتحفيز اللي فعلا هو قائم على ثقافة وقائم على علم وعلى خبرة وعلى سعي. بشكر حضرتك في النهاية الأستاذة أمال عبد القادر، المتخصصة في تطوير الذات ولايف كوتش وماجستير في التعليم، على وجودك معانا، شرفتينا ونورتينا. الحقيقة يا جماعة احذروا الناس اللي بتبيع الوهم، هم فعلا بيبيعوا الوهم بحبة كلمات وجمل تحفيزية بس مجرد ان هو يقول لك حبة كلام كده وبعدين يقول لك لا اقعد وفكر وقانون الجذب والحاجات دي كلها. لا، الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ وقال ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. يعني احنا لازم نسعى وناخد بالأسباب علشان الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويكرمنا ويعطينا ما نتمنى. علينا بالدعاء وعلينا بالأخذ بالأسباب. ما ينفعش أدعي بس، ما ينفعش ان انا اقعد افكر بس، ما ينفعش ان انا اخطط بس. جميل، لازم ان احنا نخطط ولازم ان احنا ندعي، ولكن ما بعد ذلك ايه؟ ان احنا ناخد خطوات وناخد بالاسباب ونتوكل على الله وليس نتواكل على الله. اللي بيعملوه بعض الكوتشز اللي بيتكلموا عن التنمية البشرية هم عايزينك ما تعرفش مسؤولياتك وتتواكل على الله، وتقعد بعد كده يجيلك إحباط للأسف الشديد. ندعو الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والسداد لنا جميعا ولكم يا رب العالمين. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.